من طبيعة الحال الأغلبية ديال الشعب المغربي مازال معصب، مازال ما بغاتش تهضم له كيفاش خسرنا كأس إفريقيا ببلادنا. ولكن قبل ما نبدا في الموضوع ديالي والكواليس اللي كانت في هاد كأس إفريقيا، شوفوا معايا هاد لي فيديوهات. هادو فيديوهات من الاحتفالات ديال الزريبة وديال الحديقة اللي مجوراه، هما اللي وراء هاد الكولاسة كاملة، اللي من الاول كيروجوا بانه المغرب كيخدم النفوذ ديالو لانه مستضيف باش يدي الكاس. شوفوا الناس اللي كتعرضوا ليهم بالكاطو والزغاريد والحلاوي والضيافة والترحاب. كيبان لكم دابا العربونة هادشي كانهم فازوا بالكاس. المهم هادشي ما يخفاش علينا، حنا راه عارفينو، ولكن زدنا تاكدنا باش من موراها ما تجيش واحد الفئه يقولك هاد الناس حنا كيجمعنا معاهم الدم والعروبه والاسلام. شو هادو والله ما كيعرف ليهم غير اليهود، بنو اسرائيل. هادو هانئا لنا بالتطبيع مع الاسرائيليين، هما اللي عارفين السر والبسيشيكمون ديال هاد الناس هادو. ندوزو للموضوع الاخر. كلشي شاف المجريات ديال الماتش كيفاش داز، لكن ملي تصفرت ضربة جزاء في الوقت البدل الضائع كانت بمثابة الضربة القاضية. اشنو دار المدرب ديال المنتخب السنغالي واللاعبين ديالو؟ كلشي شافهم باللي انسحبوا، والقانون هنايا خص بالانسحاب، يعني يتصفر نهاية المقابلة واللقب يتعطى المغرب مع عقوبات جد كبيرة على الاتحاد السنغالي. هنا داروا التليفونات وكل شيء مصور بالعين المجردة، باللي باش يرجعوا للتيران وضعوا واحد الشرط. اما هو هاد الشرط هو تضييع ضربة الجزاء. كل شيء شاف هنا ساديو ماني كيتفق مع الجارديان وكيقول له جلس في الوسط، وقبل ما يتيري ابراهيم دياز ضربة الجزاء جا الجارديان اللي عنده كيعاود ياكد ليه باللي غادي يضرب ضربة جزاء في الوسط. ردة الفعل ديال دياز ما بانش عليه التأثر في الاول، ولكن بان عليه في الاول لانه عارف بانه محتوم عليه انه يضيع ضربة الجزاء. ردة الفعل ديال الحارس واللاعبين السنغاليين عادية، شد الجارديان الكرة مررها، اللعابة مشاو اصلا كانوا كيضحكوا قبل ما تضرب ضربة الجزاء بقلوب مطمئنة. اذا المجريات باينة. هنا وضعوا عليك جوج ديال الخيارات، بجوج هم مرين على المغرب كمنظم وكمسؤول على هذا التظاهر. كيقول لك الانسحابيه غادي تكون عليهم عقوبات، ولكن غادي يكون تشويه ديال الصوره ديال التنظيم ديال المغرب عند الدول العالميه، وخصوصا حنا مقبلين على تنظيم كاس العالم 2030، وقبل منه كاينين تظاهرات كبرى. اذا غادي يتبعك القيل والقال، وغادي يكون فيها المستشهرين الى اخره. ولكن الضربه القضيه الاخرى هو انك فضلتي هاد الكفه هادي على انك تدي داك التيتر اللي كاين عندك في بلادك. اذا هنايا داو الكاس بكل بروده وركبوا على الموجه اللي روجوا ليها قبل ما يلعبوا اللقاء ديال النهايه. هما كملوا المسار ديال المنتخب ديال كهنه المعبد وديال الابناء ديال الكراغيله، الاحفاد ديال الكراغيله، هما اللي روجوا هاد الشيء باش يخسروا لك التنظيم، مع العلم انه ما كاينش شي تنظيم داز بحال هذا. موالفين باباهم كيضربوا غير الزلي في الدبان مقجقج عليها والناموس، وطيل كيشاركوه مع جوج منتخبات وما كياخذوش الراحه ديالهم. جاو لهنايا لقاو اخر ما كاين في الفنادق، اخر ما كاين في الماكله، اخر ما كاين في البنيات التحتيه. اما هما موالفين كيشدوا غير طوبيس ولا رونو بحال نقل مزدوج وكيضربوا المسافات يمشيو يلعبوا. ملي لقاو الخيرات ولقاو الترحاب من هاد الشعب المضياف ديالنا، قالوا شنو غادي نديرو، حنا غادي نديو ليهم الكاس من بلادهم بهاد الشيء رغما عن انفهم. كلشي واضح وكلشي باين، ما كاين علاش غادي نزيدو نهضروا في هاد الحيتيات. المهم عرفنا شكون معانا وشكون اللي ضدنا، والقاره الكحله كما هادي راه عرفناها، ما فيها لا عرب معانا ولا كحل معانا. بالنسبه لهاد الحراطين هادو اللي كيجيو للمغرب، كيجيو وكيعطيوهم بطاقه الهويه وكيشدوا المناصب، كيصدقوهم اللي خدامين عندهم اولويه على المغاربه وكنكبروا بهم وكلشي. السياسه ديالنا ديال الترحاب والصدر الرحب. كيجيو عاوتاني الطلبه ديالهم لهنايا للمغرب كيشدوا له بورس من المغرب بلا ديال الدوله ديالهم باش يقرا هنايا ويتخرج ويمشي لبلادو، وفي التالي كيهجم لك على الطلاب ديالك وعلى الناس اللي عندهم تما مغاربه كيخدموا، شو بغاو يهرسوا عليهم القهوه. هادشي لحقاش تصفرات ضربه جزاء الضد ديالهم باش ما يماركيوهاش المغاربه، بغاو يقتلوهم. باش تعرفوا باللي هادشي عنده حيثيات اللي هي سياسيه ماشي غير رياضيه.
هنايا راه الاتصال اللي جا عندهم راه ماشي من رئيس ديال الاتحاد السنغالي. هادشي راه مناصب اللي هي كبيره، الا ما نقولوا رئيس الدوله السنغاليه. باش تعرفوا هادو راه يخويو بك سواء عريبان ولا هاد الكحل، هاد العناطيز هادو، المهم يخويو بك. داكشي علاش كنقول لكم نعم للتطبيع مزيان، اليهود رجال، الامريكانيين رجال. شكون وقف معاك في التالي على القضيه ديالك؟ الامريكانيين والاسرائيليين. ما لقيتيش الخير في عريبان ديالك. في التالي كيجي كيقول لك ملي كيشوفوا شي انجاز عند المغرب، المنتخب العربي. شو راه حنا المغرب للمغربي فقط.